السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من حكاية قديس الطب. في الجزء اللي فات خرجت ياسمين من اللؤلؤة وانقذت حياة تشي، ووافق تشي انه يكون تلميذها وطلبت منه ياسمين يساعدها في استعادة جسدها. ووقفنا عند ياسمين لما ادت لتشي عروق حاكم الشر وبنكمل قصتنا. وبيبدأ تشي يستخدم الإبر عشان يفتح كل المسارات في جسده، وبتستغرب ياسمين وبتفهم انه بيحاول يفتح كل مساراته اللي بتكون ليها القدرة على تسريع التدريب. وبتقول في نفسها انا عندي طريقة تفتح جميع المسارات في 10 سنين، وكنت فاكرة ان هبهره بده لكنه قدر يعمل كده في لحظة. وبيكون تشي لسه مستمر في فتح المسارات والطاقة بتتحرك في كل جسده. وبعد نص ساعة بيكون تشي قدر يفتح ال 54 مسار كلهم. وبتسأله ياسمين إذا كان اكتسب القدرة دي من لؤلؤة السم، فبيقول لها تشي تأثير اللؤلؤة بيساعدني أقلل الوقت اللازم في الفتح للنص، لكني كمان طبيب عبقري زي ما قلتلك قبل كده. وبتستغرب ياسمين، وبيلاحظ تشي شيء غريب بيشع في صدره، وبتعرفه ياسمين إن دي تبقى بوابات حاكم الشر. والبوابات دي هي الاختلاف الوحيد اللي بيفرق بين عروق حاكم الشر وأي مسارات عادية. وبتحتوي كمان على مهارات خاصة بحاكم الشر، وبتقوله ان سمة عنصر جسمك اتغيرت، وسمة الجسد دي بتختلف من شخص لآخر وبتتحدد من لحظة الولادة. وفي اشخاص بيكون عندهم القدرة على تحويل طاقتهم العميقة لهالة متجمدة، والأقوياء منهم يقدروا يحولوا مدن أو بلاد لقطعة جليد. وتاني أشهر عنصر هو عنصر النار، والأقوياء من العنصر ده بيقدروا يصهروا الحديد بين إيديهم بمجرد التفكير. لكن انت دلوقتي الوحيد في الكون اللي بيحمل سمة الغضب. وبيسألها تشي عن طريقة فتح البوابات دي وعن تأثيرهم او ازاي يستفيد من سمة الغضب، فبتقوله طريقة الفتح سهلة ومفيهاش اسرار، ولو فكرت فقط تفتحها هتفتح معاك، ولو فتحت واحدة من البوابات هتزداد طاقتك للضعف فورا. وعلى سبيل المثال فروح الشر هتضاعف طاقتك الحالية، وحرق القلب هيضاعف طاقتك في حالة روح الشر. وبيسألها تشي لو يجرب يفتح ال5 دلوقتي، فبتقوله طبعا جرب لو عايز تموت منفجر. وبيستغرب تشي وبيقول لها كويس اني سألتك الاول، فبتقوله انا هرجع للؤلؤة دلوقتي عشان مرهقة. وبتطلب منه ما يحاولش يزعجها لمدة 3 ايام على الاقل، وما يشغلش باله بسمة الغضب حاليا، وده لانه لسه لا يملك المؤهلات اللي تخليه يستحق يعرف عنها اي حاجة. وبيطلب منها تشي تستنى، وبيسألها عن سر لقب الأميرة، وبيسخر وبيقول لها أميرة أي بلد، لكنها ما بتردش عليه. وبيقرر تشي إنه لازم يشتغل على رفع مستوى تدريبه، ويعمل كده في أقل وقت ممكن عشان يقدر يفتح البوابة الأولى. وبيقول تشي إن جبل التنين الأحمر ده هيكون هو الخطوة الأولى في اتجاهه لغزو العالم. وبعد 7 أيام بتكون ياسمين لسه نايمة داخل فراغ لؤلؤة السم السماوي، ولما بتصحى بتستغرب من الوقت الطويل اللي نامته، وبتتساءل عن حالة تشي حاليا. وبيكون تشي بيتدرب على مواجهة الشلال بكل قوة، وبتتعصب ياسمين وبتقوله انت كده بتنتحر، والشلال هيقتلك بسهولة لانك لسه ما وصلتش المستوى التاني من عالم المبتدئ، والظاهر ان مش هعرف استريح شوية من غير ما اقلق على حماية حياتك. فبيقول لها تشي انا مش عايز مساعدة، وبيخرج من الشلال. وبتسأله اذا كان طول الاسبوع اللي نامته كان بيقضي وقته في مكان خطير كده، فبيقول لها تشي اللي بيكون مرهق من التدريب وبينزف ايوه انا كنت بتدرب طول الاسبوع. فبتقول له لازم تخاف على نفسك من الموت، لان الشلال خطورته مش في المية بس زي ما انت فاكر، واحتمال يقع عليك حجر او فرع شجرة وساعتها هتموت فورا. وبتسأله عن السبب اللي يخليه ياخد مخاطرة كبيرة كده، فبيقول لها تشي انا محتاج القوة في اسرع وقت ممكن عشان اقدر احمي المقربين مني. وبيعرفها انه عاش طول حياته معاق، ولو عايز يتدرب ما بيقدرش، لكن دلوقتي الفرصة اخيرا جاتله فمش هيكسل ابدا عن التدريب. فبتقوله بما ان هدفنا مشترك فانا مش هحاول ايقافك، لكن في حاجة اهم لازم تعملها. وبتكون عايزاه يشتري لها لبس جديد، فبيقول لها مش مهم شكلك كده كويس. فبتقوله انا اميرة ومظهري دلوقتي زي المتسولين، ولازم تروح تجيب لي لبس والا هضربك. وبيحاول تشي يهديها، وبيقول لها انه لا يملك فلوس كفاية ولازم تستنى لما يكتسب بعض القوة.
وبيسألها تاني عن سر لقب الأميرة، فبتقوله كوني أميرة مش معناه إن أميرة لمملكة، وما تسألنيش تاني في الموضوع ده ولا حتى عن موطني لأنك لسه غير مؤهل تسمع عنه. وبيسألها تشي عن السبب اللي جابها لإمبراطورية الرياح الزرقاء، ولو كان الأشخاص اللي سموها هم اللي فضلوا يطاردوها لحد هنا. فبتقوله ما تقلقش أنا قتلت كل اللي كانوا بيطاردوني، ولحد دلوقتي معرفش لو حد منهم استخدم سم محرم ضدي. وبالنسبة للسبب اللي جابني القارة دي فهو البحث عن المواقع الخمسة المقدسة لحاكم الشر. وبيستغرب تشي وبتقول ياسمين ان المخطوطات اللي حصلت عليها بتقول ان احد المواقع موجود هنا، والموضوع ده مش بالغرابة اللي انت فاكرها، لان كده كده حاكم الشر هو اللي صنع قارة الغيمة العميقة. وبيندهش تشي من كلامها، فبتقوله ان ده سهل جدا بالنسبة لقوته. وبالنسبة للمواقع الخمسة المقدسة فالمخطوطات بتقول ان دي نفس الاماكن اللي عاش فيهم، وقبل ما يموت وزع تراثه على المواقع دي، والتراث ده عبارة عن البذور، ومفيش حد يقدر يستوعب البذور الخمسة دي غير مالك عروق حاكم الشر. فبيقول لها تشي ده معناه ان البذور الخمسة مستنياني، وبيسألها عن فايدتهم وعن طريقة الوصول ليهم. فبتقول له انسى الكلام ده، والمواقع الخمسة كانت تخص حاكم الشر شخصيا، واكيد انت فاهم انها مش اماكن يقدر حد في مستواك يتطلع ليها، وروح دلوقتي اعمل لك حاجة مفيدة واتدرب. فبيقول لها تشي تمام، وبيرجع للشلال عشان يكمل تدريبه، وبيستمر تشي في التدريب لفترة. وبتروح ياسمين عليه وبتقوله يبدو ان المراهنة على حياتك جابت معاك نتيجة، ومظهرك دلوقتي احسن 100 مرة من قبل كده. فبيقول لها تشي انا ما عنديش وقت اضيعه، ولازم اراهن بحياتي في كل دقيقة بتعدي عشان اكتسب القوة في اسرع وقت ممكن. وبتطلب ياسمين منه تاني يشتري لها ملابس جديدة، فبيقول لها للأسف أنا مش هقدر، وآخر راحة أخدتها من التدريب ضيعتها كلها في البحث على ملابس ليكي، ومفيش أي حاجة عجبتك من اللي شفناهم، والقرى اللي حوالين الجبل كلها فقيرة، ولو عايزة حاجة كويسة فعلا لازم نستنى لحد ما نوصل مدينة القمر الجديد. فبتقوله ياسمين تمام، وبتلاحظ ياسمين وجود اشخاص بيطيروا في المكان، وبتلفت نظر تشي ليهم، وبتستغرب وبتقوله ان دي تشكيلة قوية بالنسبة للمنطقة الصغيرة اللي احنا فيها، وبتعرف انهم مجموعة من 5 افراد وكلهم في مستوى عالم السماء، وواحد منهم من عالم الامبراطور. وبيبدأ تشي يروح وراهم، وبتسأله ياسمين عن السبب ولو كان عايز يتعلم منهم. فبيقول لها تشي انت معلمتي الوحيدة، لكن كل الموضوع ان الجبل مليان وحوش قوية، وغالبا الاشخاص دول هدفهم يقتلوا بعض الوحوش عشان ياخدوا انويتهم، ودي فرصة ما ينفعش نضيعها ابدا. وبتسأله ياسمين عن اللي يقدر يعملوه في وجود الخبراء والوحوش دول. فبيقول لها طبعا انا مش هتدخل، لكن هيكون في عيون الوحوش وقرونهم وجلودهم ولحومهم، والحاجات دي ثمينة جدا وليها خصائص طبية، واي حاجة هقدر استخلصها من الجثث هتكون ربح كبير لينا. فبتقوله ياسمين الجدال معاك صعب واعمل اللي انت عايزه، اما انا فهرجع للؤلؤة تاني. وبيقرب تشي من الكهف اللي بيستهدفه الاشخاص، وبيلاحظ كتابة عليه، وبيكون تحذير لأي شخص أقل من المستوى الخامس من عالم المبتدئ يرجع قبل فوات الأوان. وبيقول واحد من الأشخاص دول احنا كده وصلنا الكهف اللي هو عرين التنين، وبيسأله واحد تاني لو كان متأكد من المعلومات اللي سمعها عن قوة التنين اللي فيه، فبيقول له طبعا متأكد، والتنين في المستوى العاشر من عالم السماء، وشيوخ طائفتنا اتأكدوا من الكلام ده بنفسهم قبل ما يرسلونا، ولو قدرنا نحصل على نواة عنصر النار من التنين ده هتكون مساعدة كبيرة لجيل الشباب بتاعنا، وساعتها لما تيجي بطولة ترتيب الامبراطورية هتكون طائفتنا حرق السماء قادرة اخيرا تسحق اسجارد. وبيوصف اسجارد بالطائفة المتعجرفة، وبيستغرب تشي من كلامه، وبيقول في نفسه ان حرق السماء دي هي اقوى احد القوى الاربعة العظمى للامبراطورية، واللي يعرف منهم حاليا طائفة شياو والغيمة المجمدة اسجارد، واخيرا حرق السماء. وبيلاحظ واحد من الاشخاص وجود تشي، وبيعرف اللي معاه بوجوده وانه بيتبعهم من اول ما دخلوا الجبل، وبيقول لهم انا حاسس انه لسه في مستوى عالم المبتدئ، وبيسألهم لو هيقتلوه ولا هيسيبوه.
فبيرد عليه واحد تاني وبيقول له ايوه وانا كمان حسيت بيه، واحتمال يكون اول مرة يشوف ناس بتطير في حياته، وسيبك منه دلوقتي هو كده كده هيموت اول ما القتال يبدأ. وبيتصدم تشي وبيتساءل ازاي قدروا يحسوا بيه مع انه كان حذر جدا طول الطريق، وبيقول في نفسه الموضوع ميؤوس منه واي واحد منهم ممكن يقتلني في ثانية فلازم انسحب، لكنه بيشعر بنبض مفاجئ وقوي في قلبه، وبيقول في نفسه ان دمه بيشتعل من الحماس واكيد في شيء قريب بيستدعيه، وحتى اللؤلؤة بتشع بقوة وبيمشي في الاتجاه اللي حددته، وبيقول ايا يكن اللي بيستدعيني لكنه اكيد كنز ضخم اتعرفت عليه اللؤلؤة وما ينفعش اضيع الفرصة دي، وبيفكر في ان المكان ده خطير جدا وسواء الخمسة هاجموه او الوحش حس بوجوده فهيموت فورا، وما بيكونش عند تشي خيار غير استعمال عشبة النجم الاخيرة، وبيتمنى ان المخاطرة دي تطلع بفايدة كويسة في النهاية. وبيقف الاشخاص اللي من مستوى السماء قدام عرين التنين وبيحسوا بهالة نار كثيفة، وبيتأكدوا من معلوماتهم بخصوص قوته، وبيقول واحد منهم خلينا نقتله وننهي الموضوع، وبيخرج سيفه وبيستعد للقتال وبيقول لهم اسمحوا لي بإخراجه، لكن التنين حارق السماء بيصدر زئير قوي جدا من عرينه وهالة نار كثيفة، وبيتصدم تشي وبيشعر بضغط قوة التنين من مسافة بعيدة جدا، وبيقول في نفسه ان صوت الزئير لوحده كان هيقتلني، وبيؤمر واحد من الاشخاص اتباعه يتفرقوا ويستعدوا عشان التنين هيخرج دلوقتي. وبيخرج التنين وبيوصف البشر بالملاعين وبيقول ازاي تتجرأوا تزعجوا ملك زيي، وبيقول الشخص صاحب مستوى الامبراطور ان الاشاعات عن التنين كانت صحيحة، وانا ما كنتش مصدق فعلا ان اللي مسيطر على المكان هنا هو تنين حقيقي. وبيقول للتنين احتراما ليك انا هعرض عليك تسلمني نواتك بشكل سلمي، وفي المقابل انا مش هدمر جثتك وهسيبها بعد موتك. فبيقول له التنين انت هتدفعوا تمن طمعكم وغروركم ده وهيكون تمن غالي، والملك اللي قدامكم ده هيتكفل بتحويلكم لرماد، وبيبدأ يستعد للمعركة، وبيهاجموه بتشكيلة قوية من سيوف النار من جهات مختلفة، وبيقول تشيف نفسه ان الحرارة الخارجة من معركتهم لا تطاق، وانا حاسس بيها حتى من على مسافة اميال، ويبدو ان التنين مش هيصمد كتير وهيخسر. وبتتكلم ياسمين من داخل اللؤلؤة وبتقول له ما تستخفش بالتنين ده لان ذكائهم يعادل ذكاء البشر، وفي بعض الاحيان بيكونوا اذكى كمان، وبتعرفوا ان التنين اللي قدامه ده بيمثل، وانه بيخفي قوته الحقيقية عنهم، ومجموعة حرق السماء دول اقوياء فعلا لكنهم قابلوا كيان ما ينفعش يعبثوا معاه وهو الامبراطور. وبيتصدم تشي وبيفهم ان الوحش ده من مستوى عالم الامبراطور وكل ده بيلعب معاهم، وبيوصفوا انه مخادع اكتر من معظم البشر، وبيزيد شعور تشي جدا بالقوة اللي بتستدعيه، وبيعرف ان مصدر القوة دي هو عرين التنين نفسه، وبيكون التنين مستمر في قتاله في نفس الوقت اللي تشي بيحاول يقرب من العرين. وبتقول له ياسمين الظاهر انك عايز تموت، وبتطلب منه يبطل يقرب من ساحة المعركة، وبتقول له لو الاضطرابات الناتجة من المعركة اصابتك هتكون كفيلة بقتلك، وده طبعا لو التنين ما شافكش الاول وهو اللي قتلك. فبيقول لها ما تقلقيش، وحتى اللي من مستوى عالم الامبراطور ما يقدروش يكتشفوني، وبيعرفها ان في شيء داخل العرين بيناديه، وانه حاسس ان في كنز هائل ما ينفعش يسيبه. فبتقول له لكن على حد علمي ان تأثير العشبة هيختفي اول ما تتلقى اي هجوم حتى لو صدفة، وبتسأله لو مش خايف ان اضطرابات هجماتهم تخبط فيه. فبيقول لها تشي لو لاحظت كويس هتلاقي ان التنين مش عايز يسبب اي ضرر على عرينه، وعشان كده سحب القتال لمسافة آمنة نسبيا وبيحجب اي هجوم او صدمات عن العرين. فبتقوله لكنه مش هيقدر يحجب كل حاجة، وممكن تطير عليك شرارة نار من التنين نفسه. فبيقول لها لو الشرارة سابت المساحة دي كلها وطارت عليا انا يبقى انا اللي حظي وحش. وفعلا بتطير عليه شرارة سريعة، لكن تشي بيتفاداها في اخر لحظة وبيفضل يشتم، وبيقول كويس ان ذكي ورد فعل سريع، لكنه بيكون شامم ريحة دخان، وبيكتشف ان في نار مسكت في ملابسه، وبتقول له ياسمين اطفيها بسرعة قبل مفعول العشبة ما يروح.
وبيقدر يطفيها، وبيستكشف تشي حواليه وبيقول ان مفيش وحوش تانية في الارجاء ولا حتى افخاخ او اخطار قريبة، وبيبدأ يدخل لعرين التنين، وبيقول في نفسه انا حظي كويس لان المسافة من الكهف الاقرب موقع اختباء 20 متر فقط، والتنين كمان لسه مشغول في القتال حاليا، وفي الظروف دي عندي فرصة كويسة للوصول من غير ما حد يلاحظني. لكن التنين بيلاحظ حاجة غريبة وبيبص على العرين، فبيقول له الشخص اللي بيقتله ركز في القتال والا هقتلك في ثانية. وبيتساءل التنين في نفسه اذا كان في حد اتحرك ودخل عرينه فعلا ولا كل ده في مخيلته فقط. وبيحس تشي بحرارة قوية داخل العرين، وبيقول ان المكان ده مش مصمم لتواجد البشر. فبتقول له ياسمين ان ده فعلا عرين تنين وانت ما جبتش التايهة ولا حاجة. وبيلاقي تشي في المكان عشب كتير جدا من اعشاب النار، وبيقول ان العشبة دي بتاخد عشرات السنين عشان تنمو، وكل واحدة من الاعشاب دي لوحدها قيمتها مرتفعة جدا. وعشبة النار هي عشبة نادرة الوجود بتنمو في البيئات اللي فيها طاقة النار الكثيفة، واستخدامها بينمي قوة عنصر النار عند الشخص المستخدم ليها. وبيفرح تشي بوجود المئات من الاعشاب دي قدامه في العرين وبيبدأ ياخدهم، لكنه بيسمع صوت زئير من التنين اللي بيقول استعدوا عشان تتحملوا عواقب افعالكم. وبيسمع الاشخاص اللي بيقتلوه بيستغربوا من زيادة قوته لحد كبير، وبيعرفوا انه في مستوى الامبراطور وكان بيخفي ده عنهم طول القتال. وبتقول ياسمين لتشي ان المعركة في الخارج قربت تنتهي ولازم يخرج من العرين بسرعة، لكن تشي ما بيردش عليها، فبتكرر كلامها وبتحذره من رجوع التنين للعرين وهو فيه. وكلامها بيكون من غير نتيجة لان تشي بيكون مشغول بشيء قريب منه جدا وبيجذبه، والشيء ده عبارة عن حجر وبيقرب تشي منه وبيفكر يلمسه. وبتحاول ياسمين تحذره لكن تشي بيكون لمس الحجر خلاص، وبتكون ياسمين عارفة انه الشيء ده عليه تعويذة استدعاء حطها التنين عليه. وبيمسكه تشي وبيستغرب من رغبته في اكتساب الشيء ده بأي تمن، وبيقول انا حاسس انه جزء مني وان مفيش حد غيري يستحق يمتلكه. وبتقول له ياسمين انا معرفش ايه ده بالظبط لكني عارفة كويس انك هتموت. فبيقول لها تشي ما تقلقيش المعركة لسه ما خلصتش ولسه عندي وقت عشان اهرب. لكنه بيتصدم فجأة وبيتوقف لما بيلاقي التنين قدامه، وبيوصفه التنين انه انسان جشع، وبيقول له ازاي اتجرأت على لمس كنز الملك، وبيكون ناوي يقتله. وبيطلع له تشي الكنز وبيقول له قصدك ده خلاص خده انا مش عايزه. فبيقول له التنين مجرد انك ترجعها ده مش هيخفف غضبي منك ابدا. وبتكون ياسمين مستعدة في الوقت ده للدفاع عن تشي، وبيستغرب التنين وبيتساءل عن الهالة اللي خرجت فجأة وخلت جسمه يرتعد. وبتظهر ياسمين قدامه وبتقول له لو عايز تحافظ على حياتك التافهة دي تراجع وانسحب حالا. وبيستغرب الاشخاص اللي كانوا بيقتلوا التنين من تركه ليهم فجأة، وبيكونوا مصابين جدا من قتال التنين. وبيقول واحد فيهم انه سمعه بيتكلم عن كنز داخل الكهف، فبيرد عليه واحد تاني وبيقول له انه اكيد شخص استغل قتاله معانا ودخل يسرق الكنز، لكن على اي حال ده ما يهمناش ولازم نستغل الفرصة دي ونهرب. وبيطلب من الباقي ينسحبوا. وبنرجع لداخل الكهف وبيسأل التنين ياسمين عن هويتها، فبتقول له انت غير مؤهل تعرف اسمي حتى، وانا قررت احتل المكان، ولو لسه عايز تحافظ على حياتك البائسة دي اهرب حالا. وبيستغرب تشي من هالتها اللي بتكون مش موجهة نحوه ومع ذلك حاسس بقوتها. وبيرد عليها التنين وبيقول لها انت عندك نية قتل هائلة لكنها مزيفة، ولو كان عندك القوة الكافية لمنعي ما كنتيش اضطريتي تتسللي اثناء انشغالي بالقتال، وده معناه ان هالة قوتك مزيفة هي كمان. فبتقول له الظاهر مفيش فايدة وانت عايز تموت. وبيتعصب التنين وبيفضل يشتم في البشر وبيوصفهم بالجشع، وبيقول ان اللي بيحاول يسرق الملك هتكون ليه نهاية واحدة وهي الموت. وبيطلق زئير ونيران من بقه وبيخاف تشي، لكن ياسمين بتبدأ تستخدم طاقتها. وبيستغرب التنين من ان طفلة بشرية قدرت تنتج طاقة قوية كده، وبتقول له ما تتجرأش تطلق لقب ملك على نفسك قدامي وانت اصلا سحلية.
وبيحذرها تشي وبيقول لها ما تحاوليش تهاجميه، وبيفكرها بالسم اللي في جسدها. فبتقول له كل ده بسببك، ولو ما قتلتوش هيقتلك وهموت انا كمان معاك. ومفيش فايدة من الكلام دلوقتي، وبتبدأ ياسمين تهجم على التنين وبتطلق عليه خنجر كبير وبتقول له يلا غور، وبيحاول تشي يوقفه لكن من غير جدوى. وبتستخدم ياسمين قوة ملك النجم وبيتصدم التنين اللي بيقع وهو مقتول. وبيجري تشي على ياسمين اللي بتكون مرمية على الأرض بعد موت التنين، وبيحاول يلحقها وبيستخدم قوة التطهير الخاصة باللؤلؤة لكنها ما بتنفعش، وده لأن الفرق بين سرعة انتشار السم وعملية التطهير بيكون كبير جدا. وبتقول ياسمين يبدو ان مفيش فايدة وهي دي نهايتي. فبيقول لها تشي ما تقوليش كده وخلي عينك مفتوحة وما تفقديش وعيك. وبيكون خايف جدا وبيقول لها في بينا اتفاق وانا وعدتك هعيد تشكيل جسدك من الاول. وبتهزي ياسمين بالكلام وبتقول انا ما ينفعش اموت دلوقتي لاني لسه ما انتقمتش لامي واخويا. وبيقول لها تشي خليكي معايا والتطهير هينتهي دلوقتي، وبيكون زعلان جدا. وبيعرفها انه عايز يعيد تشكيل جسدها لكنها بتفقد الوعي وبيبدأ جسمها يختفي. وبيغضب تشي وبيضرب بايده في الارض لحد ما ايده تنزف دم، وبيفضل يشتم وبيقول انا السبب في كل اللي حصل ليها، وكنت عايز اتدرب عشان احمي المقربين مني لكني دلوقتي بتسبب في قتل حد تاني. وبيوصف نفسه بالغبي اللي خاطر بحياته عشان كنز، ونسي حياة ياسمين اللي مرتبطة بحياته وبيكون ندمان. وبيبص تشي على تسرب الدم من قبضته وبتيجي في دماغه فكرة، وبيفتكر ان اول مرة ياسمين دخلت فيها اللؤلؤة كانت عن طريق مص دمه وده اللي ساعدها على الشفاء. وبيفضل تشي يجرح في دراعه وبيقول هجرب حظي ومش هسمح لها تموت بسهولة. وبيبدأ تشي يشربها الدم عن طريق دراعه لكنه بيلاقي انها ما بتقدرش تبلعه، وبيقول في نفسه انا لازم ارغم الدم على النزول في معدتها، وطالما عايز انقذ حياتها لازم اعمل لها تنفس صناعي وابقى استحمل العواقب بعد ما تفوق. وبيبدأ تشي في العملية وبيلاحظ ان جسدها بطل يختفي والطريقة نفعت وبيكمل، لكن بتعدي نص ساعة من غير اي نتيجة وبيكون تشي مرهق جدا من كمية الدم اللي نزفه، وبيترمى جنبها على الارض وبيكون الاتنين فاقدين للوعي. وبيحلم تشي اثناء فقدانه للوعي بحياته السابقة في قارة السماء الزرقاء، وبيشوف حبيبته اللي بتناديله بيون شي وبتكون جاية تصحيه وبتربط جراحه، وبتقوله يبدو انك اتصبت تاني ومش عارفة اعمل معاك ايه بالظبط. وبتعرفه انها حضرت له كل الاطباق اللي بيحبها وبتطلب منه يستنى لحد ما ترتب له السرير، لكن بنشوف تشي وهو بيغادر وبتكون حبيبته حزينة على فراقه، وبنلاقي انها مصابة في جسدها وبتقوله انا مش هكون قادرة اكون معاك تاني بعد النهاردة، وعشان كده تقدر تمشي وتدور على امرأة تانية تحبك من بعدي، لكن لما تلاقيها ما تخذلهاش وتسيبها وحيدة تاني. وفي اللحظة دي بيرجع تشي لوعيه فجأة وبيلاقي ان ياسمين فائت، وبيتصدم تشي وبيسألها امتى استعادت وعيها، فبتطلب منه ما يتحركش لانه فقد دم كتير، وبيقول لها انا حالتي دلوقتي احسن بكتير، وبيسألها اذا كانت هي اللي ساعدته، فبتقول له ياسمين ده طبيعي عشان موتك مش في مصلحتي، ده غير انك لسه ما وفتش بوعدك. وبيسخر تشي وبيقول لها احتمال وارد برضو انك تكوني بتحبيني وما تقدريش على فراقي، فبتتعصب ياسمين وبتقول له انا بحاول انقاذ نفسي وكل اللي بحبه هو الجسد الجديد اللي هتصنعه ليا. فبيقول لها انا عارف الكلام ده لكن ده ما يمنعش انك جميلة جدا لدرجة تشبه الملايكة، ومع انك بتتصنعي القسوة والبرود على طول لكني عارف ان دي مش حقيقتك، وعشان كده برفض اصدق ده. فبتقوله انت ما تعرفش حاجة عني عشان تقول كده، وبتعرفه انه في يوم ميلادها ال12 قتلت اكتر من 1,000,000 شخص، وبسبب الاشلاء المتناثرة وتبلل ملابسها بالدم لدرجة اختفاء ملامحها لقبت بياسمين الغارقة في الدماء. وبتبكي ياسمين وبتقوله انا غارقة في الدماء وفي الخطايا والكل بيخاف مني وبيتمنى موتي، وبتوصف نفسها بتجسيد الشيطان على الارض. فبيقول لها تشي لكني لسه شايف انك فتاة لطيفة، واعتقد ان قتلك للعدد ده كان بهدف حماية المقربين منك.
واللي بيحمي المقربين منه ما يستحقش لقب شيطان وبيمسح دموعها، وبيقول لها حتى لو كنت غارقة في الخطايا هستحمل معاكي وإلا ما استحقش أكون تلميذك. وبتتأثر ياسمين وبتبكي، فبيقول لها تشي ابكي براحتك وما تمنعيش دموعك من النزول، وهو ده الطبيعي لبنت في عمرك ده. وفجأة بتصرخ ياسمين فيه وبتقول له انت انتهزت الفرصة وانا فاقدة الوعي وكنت بتقبلني بحجة انقاذي، ودلوقتي كمان بتدفعني للبكاء وكده انت بتستغل معلمتك. وبتتعصب عليه وبيقول تشيف نفسه لو انت غارقة في الخطايا فانا اسوأ منك بكتير. وبيفتكر انه في حياته السابقة قتل حوالي 7 مليون شخص عشان ينتقم لمعلمه، وبيقول في نفسه لو في شيطان هنا فهيكون انا مش انتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك باقي الفيديوهات، والسلام.